النهاردة هنتعرف على صراع مثير وهنتابع مين اللي هينتصر في الآخر. ناس كتير بتدخل الجيم وبتقول فلان جسمه بيتضخم بسرعة علشان جيناته قوية، وفي المقابل ناس تانية بتتعب سنين ونتيجتها بطيئة. السؤال الحقيقي، هل الجينات هي اللي بتحدد جسمك ولا الاستمرارية تقدر تتفوق عليها؟ الواقع إن الاتنين مهمين، بس تأثيرهم مختلف تماماً. خلينا نفهم كل واحد بيعمل إيه وإزاي تقدر تستغل اللي في إيدك. شفائيات. أول محور، تأثير الجينات على شكل الجسم. الجينات بتحدد حاجات أساسية من البداية، زي شكل العظام، عرض الكتفين، طول العضلة، وسرعة الاستجابة الأولى للتمرين. في ناس عضلاتها تمتلئ بسرعة لأن تركيب الألياف العضلية عندها بيساعد على التضخيم، وفي ناس تحتاج وقت أطول علشان يظهر التغيير. كمان الجينات بتأثر على توزيع الدهون في الجسم، في ناس بتخزن دهون بسهولة وناس بتحرق أسرع، ده بيخلي الرحلة مختلفة من شخص للتاني. لكن مهم تفهم إن الجينات بتحدد نقطة البداية مش نقطة النهاية، هي بتقولك منين تبدأ مش لحد فين توصل. تاني محور، حدود تأثير الجينات. حتى أفضل جينات في العالم من غير تمرين ونظام صح ملهاش قيمة. الجسم بيتأقلم مع اللي بتعمله يومياً، لو مفيش مقاومة مفيش بناء، لو مفيش تغذية مفيش مواد بنائية، لو مفيش نوم مفيش تعافي. الجينات ممكن تسرع الطريق، لكنها مش بتمشي بدل منك. في ناس جيناتها ممتازة لكن نتائجها ضعيفة بسبب العشوائية، وفي ناس جيناتها عادية جداً لكن شكلها مميز بسبب الالتزام. ثالث محور، قوة الاستمرارية على المدى الطويل. الاستمرارية هي العامل اللي بيغير الجسم فعلاً. تمرين منتظم زائد أكل متوازن زائد نوم كفاية بيساوي بيئة مثالية للنمو. الجسم بيكافئ التكرار مش الحماس المؤقت. مع الوقت الاستمرارية بتعمل 3 حاجات ضخمة: بتحسن كفاءة الجهاز العصبي فتقوى في التمرين، بتزود الكتلة العضلية تدريجياً، وبتقلل نسبة الدهون لو نظامك مظبوط. التغييرات الصغيرة اليومية بتتحول لفرق كبير بعد شهور وسنين، وده السبب إن ناس كتير شكلها بيتغير جذرياً رغم إنها بدأت بقدرات عادية. رابع محور، ذاكرة العضلة ودور الوقت. العضلات عندها ذاكرة، لما تتمرن باستمرار جسمك بيتعلم يحافظ على الكتلة ويبني عليها. حتى لو توقفت فترة الرجوع بيكون أسرع من البداية. الميزة دي مش مرتبطة بجينات خارقة، مرتبطة بتاريخ من الالتزام. الوقت هنا حليف الاستمرارية، كل أسبوع التزام هو استثمار، وكل شهر نظام هو تراكم، وكل سنة شغل صح فرق واضح في الشكل والقوة. خامس محور، مين عنده فرصة حقيقية يكسب؟ الشخص صاحب الجينات الممتازة لكن غير ملتزم نتائجه محدودة. الشخص صاحب الجينات المتوسطة لكن مستمر نتائجه بتكبر مع الزمن. الجينات ممكن تعطيك أفضلية في البداية، لكن الاستمرارية بتكسب السباق الطويل. في عالم الجيم الفوز مش للأسرع في البداية، الفوز للي ما بيوقفش أبداً. الخلاصة، الجينات بتحدد البداية وسرعة التقدم الأولى، الاستمرارية بتحدد الحجم النهائي والشكل الحقيقي للجسم. الجينات ميزة لكن الاستمرارية سلاح. مين اللي يكسب؟ الاستمرارية تكسب دايماً وعلى المدى البعيد. لو مقتنع إن الالتزام هو البطل الحقيقي، اعمل لايك واشترك علشان يوصلك محتوى يساعدك تبني جسمك خطوة بخطوة، واكتب في الكومنت انت فريق الجينات ولا فريق الاستمرارية؟